السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم خياتي، ان شاء الله هذا الفيديو تصيبكم كامل بخير وعلى خير. اليوم درت معكم زفيطي. هذه الوصفة ماشي التقليدية، ماشي الوصفة التقليدية. هذه الوصفة نقدر نقول تاعي باسكو دخلت فيها الفلفل الحلو توسا، مي ليسونسيال تجي بزاف بنينة. ما نطولش معكم، دوك نجوزو مع بعض باش نشوفوا المقادير. هنا عندي حبيبات فلفل حلو، عندي حبيبات حار، عندي طوماطيش، وعندي القزبر. فوالا. كاين اللي ما يديرش الفلفل الحلو فيه، انا ندير من بعد ما نقيته غسلته ونشفته ندير فيه الملح ونقليه عادي كيما نقدر نقلو الطرشي الفلفل الحلو. هذا الحار تاني. هنا في مقله درت شويه زيت، قلت لكم نقليه نورمال. بزاف ما يديروش فيه الفلفل الحلو، بصح صدقوني كي يديروا الفلفل الحلو يجي بزاف بنين. وتاني طريقه تاع القليان، كاين اللي يشووا الحار وطوماطيش، انا هذه طريقتي ويعني جاني ما شاء الله. نحل هاد الفلفل باش كي نديرو يتقلى ما يترتقش عليا. الطوماطيش هكذا درت 3 فلفل و3 حار و3 حبيبات طوماطيش، نقطعهم هكا ولا تقدروا تقطعوهم نيمبورط كوما باسكو دوك نجوزوهم في المقله، نحب يقول نقلوهم كوا. فوالا. هنا من بعد ما طاب لي الفلفل والفلفل الحار ندير هذيك الطوماطيش في المقله. بهذه الطريقه قلت لكم كي نقلوا الفلفل والفلفل الحار والطوماطيش، زويطي يجي بزاف بنين، ماشي كيما نشووه ما نديرولوش الملح. صدقوني فريمون بنين بهذه الطريقه. فوالا. هنا عندي الفارينه. كاين اللي دي فوا نديروه بالسميد، دي فوا نديروه بالفارينه. اليوم نفحت لي نديروه بالفارينه. دونك درت كميه تاع الفارينه، درت الملح، ندير 4 مغارف زيت، نخلطوا كامل هاد لي ميلونج اونصومبل. فوالا. ومن بعد نطم الفارينه تاعي بالماء، خبز فطير عادي نورمال. قلت لكم كاين اللي يديروه لا ماجوريتي يديروه بالسميد، انا يعني خبز فطير صراحه نحبه بالفارينه، دونك نديرو بالسميد مي جو بريفير بالفارينه، دونك سي بور سا درتو بالفارينه. هنا كنت نسيت، ما درتش لا ليفور من الاول، مغرفه تاع لاتاي ما نعمروهاش غير شويه. نكمل نطم هذيك لاباط ونحطها ونخليها تريح شويه. هنا دوك نخدمها قبل ما تريح بلوتو، نخدمها شويه باش نرطب هذيك الفارينه كما قلت لكم ونخليها تريح شويه، واحد 5 دقائق برك. دوك هنا قسمت، جاتني خبزه كبيره وخبيزه صغيره. انا ما درتش كميه كبيره باسكو ماناش في غاشي في الدار. فوالا. نحلوها كيما نحلو خبز فطير، نديرو شويه فارينه ونحلوها وندورو ونحلوها ومن بعد نديروها في طاجين طيب. فوالا. هنا هايليك في طاجين نتقبها باسكو فيها شويه لا لوفور باش ما تتنفخليش، نتقبها مليح ونخليها طيب على نار متوسطه. فوالا. نقلب دو طون زون طون هكا، ندورها بلوتو باش طيب كامل الجوانب، ونقلبو طيب دي دو كوتي، لازم تحمر مليح. فوالا. اللي ما عندهاش هاد الحطبه هادي تحكم طرشونه تطويها على 3 وعلى 4 باش ما تحرقش يدها وتتعبز باش الكسره تجي فوالا تاخذ هاد لا كولور. فوالا. هنا دوك جبت الباتور تاعي، قلت لكم انا ما عنديش المهرز، دونك سلكت راسي بالغوبو. مي كي ديروا الكسره لداخل باش ترحوها ماشي تعبزوا وتخليه يدور نو، تولي لكم من بعد كي طعام. تعبزوا شويه ونحوا صبعكم عاودوا عبزوا وانتر طون طلعوا عليه لداخل كي تشوفوه كيما زفيطي، كيما اللي نديروا نكسروا الخبزه الكسره تاع زفيطي حبسوا. فوالا. هاني نعبز ونحبس، نعبز ونطلع عليه حتى كملت بهذه الطريقه. دوك ندوروا للفلفل. الفلفل اللي كنت نقيته من بعد ما تقلى هو فلفل حار، نديرهم في الغوبو، نزيد فوقهم طوماطيش بها بماها، وتاني نرحي عبزه ولا زوج وهي فرت. فوالا. دوك تشوفوا كيفاش جا، كيما تاع الفلفل تاع الزفيطي هاوليك، ها ماشي مرحي بيغي كونكاسي كيما نقولوا. هنا في كسرونه درت شويه ماء، ندير له شويه زيت، الملح وشويه طوماطيش كونسونطري. كاين اللي كي يبداو يواسوا الزفيطي يشمخوه بالماء، لو كان شمخوه بالماء يعاود يجي صامت باسكو الماء ما فيه والو، الماء من الغوبيني يجي صامت. دونك جاي ليدي باش ندير هاد لا بتيت صوص غير هكذا حاجه خفيفه غير باش ما يجينيش صامت، كيما كي نبدا نشمخ فيه ما يجينيش صامت، نخلوها تغلي ونبداو نواسو بها الزفيطي تاعنا. فوالا. دوك ندير شويه تاع هذاك الكسره، ندير هذيك الفلفل الحلو والفلفل الحار اللي درناه نخلط،
ونزيد هذيك المرقه اللي قلت لكم طيبتها، ملح وزيت وشويه طوماطيش. فوالا نشمخ، نخلط وندير القزبر وفوغ ا مزور كي يتشمخ لي هذا نزيد شويه زفيط الخبز، نزيد لاصوص ونزيد المرقه، وهي هكذا رايحه حتى نكمل الكميه اللي عندي. خياتي ما تبخلونيش بلي جامي بليز دو بارطاج. لا عجبتكم لا فيديو ديروا دي بارطاج باش تطلع القناه تاعنا ان شاء الله. فوالا كيما قلت لكم ندير غير بالعقل حتى نكمل الكميه اللي عندي. القزبر انا درت حوالي ربطه باسكو الزفيطي يحب القزبر. فوالا هاني زدت دوك شويه مرقه نخلط، دوك نشوفوها مع بعض. هاوليك هنا الزفيطه تاعنا واجد، دوك نديرو ان فيلي دويل دوليف، لازم زيت زيتون، صدقوني جاني بنين اون ديغي درتو بالمهرز. عندكم كي تكونوا ترحوا ماشي تعبزوه حتى تولي لكم الا جربتوه اكيد. فوالا يمشي معك كاس البن. ان شاء الله هاد لا فيديو تعجبكم وتجربوه وتخلوا لي في لي كومونتير. نقول لكم نتلاقاو في وصفه واحده اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.